عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي في كل مكان؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أهلا بكم في قناة المهم والمفيد عن الطيور. النهاردة يا جماعة يعني للأسف أنا هعمل لكم فيديو ممكن يعني يزعلكم شوية. أنا نفسي زعلانة بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. عايزة أقول لكم إن في الأيام دي فرة في الطيور. التعب اللي بيجي ده، أولا كان التعب ده بيجي لنا كل سنة في شهر 5. الأول كان بيجي كل كام سنة، دلوقتي بقى بيجيلنا كل سنة في شهر 5. دلوقتي ما عادش ليه ميعاد، بيجي في أي وقت. يعني احنا دلوقتي مش ميعاده خالص، بس اهو جالنا اللي هو الفيروس اللي بيجي ده. وللأسف الفيروس ده ملوش علاج. يعني أنا أصلا رحت أجيب علاج، أنا عارفة إن هو ملوش علاج، بس قلت أسأل البيطري عل وعسى يكون في حاجة. قال لي هو ملهوش علاج، كده كده الطير هيموت. كل اللي احنا بنقدر نعمله ان احنا بندي رافع مناعة للطير وخلاص. طبعا الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. انا كان عندي شوية بط كنت انا مربيهم قبل كده معاكم، وكانوا مقفلين كده وحلوين، بس ما كانوش لسه ينفع ان هم يندبحوا، لسه ما شالوش لحم والكلام ده. الحمد لله عايزه اقول لكم ان 30 بطه راحوا مني كلهم. البط بياكل وبيشرب وزي الفل. اخش كل يوم الاقي 2 3 بيلفوا حوالين نفسهم وعلى طول يروحوا واقعين. راح مني شويه البط. عايزه اقول لكم برضو كان عندي الفراخ البلدي، كان عندي دفعه فراخ بلدي اللي هي قديمه بتبيض، وجبت دفعه تانية ربيتها. والله العظيم لسه يدوب كانت هتبشر من البيض، ما خدتش منها لسه حاجه خالص، ولا دبحت من ديوك ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم ان انا كل يوم بصوا، كل يوم اخش الاقي المنظر ده. يبقوا واكلين زي ما انتوا شايفين وشاربين وزي الفل، اخش الاقيهم زي ما انتوا شايفين كده ميتين زي ما انتوا شايفين. انا اسفه طبعا على المنظر، بس انا حبيت ان انا انزل لكم الفيديو ده كفيديو توعيه علشان تاخدوا بالكم. اللي عندها حاجه تندبح تذبحها، تمام. اللي عندها فراخ بلدي تندبح، اللي عندها فراخ بيضه تندبح، اللي عندها بط اي حاجه ينفع ان هي تندبح اذبحيها خساره وحطها في الفريزر بدل ما تروح منك. الاكل غالي، اكل غالي جدا، وبنشتري اكل كتير. بنشتري العيش وبنشتري سرسه وبنشتري رده وبنشتري كل حاجه غاليه جدا، والذره وكل حاجه غاليه. حرام ان احنا نصرف المصاريف دي كلها والحاجه تيجي تروح مننا بغمضه عين كده. عايزه اقول لكم ان انا صرفت كتير على شويه البط اللي راحوا مني دول، والله ولا اكلت ولا شربت منهم وراحوا مني. بس الحمد لله، قلت الحمد لله ان هي جت في الطير بعيد عني، بعيد عن عيالي، بعيد عن جوزي، يلا فداهم. بس انا عملت لكم الفيديو عشان احذركم واقول لكم اللي عندها طيور ينفع ان هي تندبح تذبحها. عندك ديوك ينفع تندبح اذبحيها، بط اي حاجه اذبحيها خساره. ولو رحت لاي بيطري وقال لك ان العلاج ده مش هيخلي طيرك يموت او العلاج ده هيضيع الفيروس، يبقى انت بتصرفي فلوسك وبتضيعي وقتك على الفاضي. عايزه اقول لك ان علامات المرض ده ان البطه بتبقى بتاكل وبتشرب وزي الفل، وبتخش كده عليها بتلاقيها عمالة تلف بدماغها كده حوالين نفسها. لو سبتيها قيمة ساعة بس بتخشي مش بتلاقيها. فأحسن شوفي الطير اللي عندك ينفع يندبح وتذبحيه وهو سليم وكويس احسن، واستفادي بيه. انا واحده من الناس بحب اسيب الطيور بتاعتي لما تكبر وتشيل اوزان وتبقى كويسه. بس طبعا احنا في ظروف دلوقتي ما تنفعش ان احنا نعمل كده. اللي يلحق حاجه يلحقها. بالنسبه للناس الجديده اللي لسه بتربي طيور وما هيش عارفه موضوع الفره ومش عارفه اعراض التعب، انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان تشوفيه. الفيديو ده مهم جدا، شوفيه ويخش كده بص على الطيور بتاعتك وشوفي كده، لحظة كده الطيور شوفها ايه بتعمل ايه، شوفها بتخلي ايه. عايزة اقولك هو بيجي اصلا في 5 دقايق، يعني 5 دقايق. يعني ممكن تبقي سايبة الطير لسه انا حاطه له اهو، انا حاطه له اهو اكل وحلو وبياكل قدامي، كل الطيور مفرفشه وحلوه. مجرد ما انزل بس 5 دقايق واطلع ممكن الاقي في حاجه ميته، ممكن الاقي حاجه بتلف حوالين نفسها. في الحاله دي انا مش هذبحها. فعشان كده انا بقولك لو عندك طيور كويسه ينفع ان هي تندبح اذبحيها كده والحقيها. في الاول خساره. يعني الكيلو البط النهارده بكام؟ الكيلو الفراخ البلدي بكام؟ كيلو الفراخ البيضه بكام؟ خساره يعني ان احنا نربي الطيور ونصرف عليها كل المصاريف دي والاخر ما ناكلش ولا نشرب منها.
عايزاك تشوف الفيديو، لو عجبك تحط لايك، واستنيني في فيديوهات جايه كتير والمهم المفيد عن الطيور.